بعد ما البنك المركزي رفع سعر الفايدة يوم 19 مايو بنسبة 2%. طبعا في تأثير على المجتمع ككل، على المدخرين وعلى رجال الأعمال وعلى قطاعات الأعمال. طيب، هو السؤال دايما اللي أنا بتسأله: إيه هو أنسب مجال للاستثمار لو واحد معاه فائض مدخرات وعايز يستثمر الأموال دي؟ طبعا ما فيش إجابة واحدة تكون منطبقة على الجميع. ليه؟ لأن ده بيختلف على حسب حجم الأموال وعلى حسب مدة الادخار. يعني لو أنت معاك 50,000 جنيه على سبيل المثال، يبقى أنسب حاجة هي وعاء ادخاري. واشهر الاوعيه الادخاريه الموجوده في البنوك هي شهادات ادخار. دي بتقدمها عده بنوك، وبتتراوح الفايده فيها ما بين 13%، 13.5% لغايه 15%. ده وعاء ادخاري مناسب جدا، ومعظم الاوعيه الادخاريه بتعطي عوائد دوريه، يا اما شهريه يا اما ربع سنويه. لو مبلغ أكبر من كده شوية، برضو من الحاجات المناسبة برضو اللي هي صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار هي إيه؟ هي دي بتنشئها عادة البنوك والمؤسسات المالية، ودي بتبقى عبارة عن وثائق بقيمة اللي انت هتستثمر فيها. ودي بتبقى عوائدها بتبقى عادة يا اما اعلى من الودائع، او بتبقى حتى اعلى في بعض الاحيان من شهادات الادخار. ودي بتبقى بتستثمر في ادوات الدين المحلي زي سندات واذون الخزانة. فدول يمكن افضل اختيارين في الوقت الحالي. أنا برضو يمكن بتسأل بعض الأسئلة عن الاستثمار في الذهب. هو أنا عايز أقول حاجة مهمة: إن الذهب مش استثمار، ولكن الذهب أداة تحوط. يعني أنا بشتريه النهاردة، والذهب حتى لو انخفض سعره بكرة ده ما يقلقنيش، لأن أنا في إيدي قيمة حقيقية. انما الذهب مش بيدر عوائد دوريه، فده مش يبقى مش المجال المناسب اللي انا انتظر منه عوائد دوريه تجيلي شهريا او كل 3 شهور. لو انا معايا شهاده مثلا بفايده هي 11% او 10%، طب هل انا متاح ليا اني اكسر الشهاده دي واشتري شهاده ذات عائد متميز اللي هي 14 او 15%؟ ممكن طبعا، بس معظم انظمه الشهادات بتشترط مرور 6 أشهر على شراء الشهادة قبل ما أفكر إن أنا أكسرها واستثمرها في شهادة بسعر أكبر. طبعا في حاجة أنا برضو عايز أنبه ليها السادة المشاهدين: إن إحنا سمعنا على الحقيقة عن ظاهرة اسمها ظاهرة المستريح. المستريح ده هي توظيف أموال بطريقة غير شرعية. بيعلن على إن هو بيدي أرباح شهرية ودورية بمبالغ تصل إلى أو بنسبة تصل إلى 50% و70%. مفيش تجارة مشروعة في العالم بتدي أرباح بتصل إلى 50% أو 70%. ليه؟ لأن معروف أن دورة رأس المال والاستثمار نفسه، وبعد خصم المصاريف التشغيل والضرائب، العائد على الاستثمار ما بيكونش بيصل إلى هذه النسبة الكبيرة. هم بيجذبوا الناس، ومعظمهم من الناس البسطاء، بفكرة ان دي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وان البنوك بيستغلوا يعني بعض الفتاوى ان المعاملات المصرفية دي من باب الربا. انا بقول لهم احذروا من هذه الظاهرة. دي عمليات كلها نصب، وبقالها في مصر 40 سنة وأكتر، من أيام الثمانينات وشركات توظيف الأموال. وبنصحهم أن هم ما يدخلوش في أي من هذه المعاملات، لأنها كلها اتضح أنها محاولات احتيالية.